بيصاب بيها 3 من كل 4 بالغين. رغم انتشارها إلا إنها بتسبب الإحراج للمصابين بيها، وبالتالي يكسف إن هو يطلب المساعدة أو يتوجه للطبيب ويقوم بالكشف عليه، وده بيتسبب في زيادة المشكلة. البواسير عبارة عن إيه وإيه أسبابها وإزاي بنتعامل معاها؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا من برنامج تدخل جراحي. اهلا بيكم، انا دكتور محمد منصور، اخصائي الجراحه العامه والمناظير والاوعيه الدمويه. البواسير هي عباره عن توسع في الاورده المبطنه للشرج، وهي عباره عن نوعين: اما بواسير خارجيه وفي الحاله دي المريض بيحس زي نتوء جلدي بيبقى مؤلم في بعض الحالات، او بواسير داخليه وفي الحاله دي المريض بيحس بألم وقت التبرز مع حدوث نزيف شرجي او ان البراز ينزل معرق بدم. ليه بتحصل البواسير؟ البواسير بتحصل بسبب الامساك المزمن هو اهم او السبب الرئيسي لحدوث البواسير. في اسباب تانية زي اثناء فترة الحمل، الجلوس لفترات طويلة، او اتباع عادات غذائية غير صحية زي تناول الاطعمة الحراقة بصفة مبالغ فيها. علاج البواسير بيكون على حسب الدرجة اللي هي وصلت لها، والبواسير عموما احنا بنقسمها ل4 درجات. في الدرجة الأولى غالبا بيتم وصف علاج دوائي للمريض وبعض الكريمات بيتم استخدامها. أما في الدرجة الثانية والثالثة بيكون عندنا عدة خيارات، زي إن احنا يتم استخدام شريط مطاطي لربط البواسير، أو حقن البواسير بمادة بتسبب تصلب البواسير، أو إن احنا نستخدم الجراحة، اما الجراحة التقليدية او باستخدام جهاز الليجاشور او جهاز الهارمونيك. اما في حالة الدرجة الرابعة ودي اللي بتكون فيها البواسير كبيرة جدا ومتمددة جدا، بيكون الافضل ليها استخدام الدباسة الجراحية. اما بقى الطريقة الاهم والاحدث في علاج البواسير هي علاج البواسير باستخدام قسطرة الليزر الضوئية، ودي اقل الطرق احساسا بالالم واسرعهم في فترة التعافي. في معلومة مهمة جدا مش كل الناس بتذكرها، هي ان ايا كانت الطريقة اللي تم بيها علاج البواسير يجب ان يتبع المريض العلاج مدة من 6 ل 8 أسابيع حتى يتم الشفاء التام من البواسير. عايز اقول ان البواسير مرض مفيش داعي ابدا ان احنا نتكسف منه، وان علاجه دلوقتي بقى اسهل كتير جدا جدا عن زمان. تمنياتي للجميع بالشفاء والسلامة. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وهجاوبك عليه، وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج تدخل جراحي.